السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا الفيديو النهارده جامد 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 جامد، وعايزه منكم لايك بقى وشير كتير للفيديو. بجد الفيديو هيعجبكم قوي وسهل جدا جدا جدا، يعني قولي من هنا للسنه الجايه بجد، يعني هتقتنعي بيه. وفيديو خطير خطير خطير. واليومين ده بقى موسم المانجا زي ما انتم شايفين، هنعمل احلى بصوا يعني كوبايات ماشي، احلى صواني ماشي، احلى تبع ما عايزه تقدمي. بجد خطير خطير خطير. الفيديو النهارده يعجبكم، او ما تنسونيش بقى بالصلاه على النبي. ما تنسوش الفيديو بقى ايه من اوله كده، تتفرجوا عليه وتشيروه، واللايكات بتاعتكم والكومنتات الجامده دي. بس ما تنسوش الصلاه ايه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا الفيديو منعش جدا 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 جدا. هتقولي مطوله في الفيديو، والله من جميله خطير خطير خطير. هتخسري لو مش تابعتيني. تعالوا نشوف الفيديو هيتعمل ازاي. هنجيب بوله كده فاضيه وهننزل بقى بيها. بصوا النهارده الفيديو واقف على الجيلي بالمانجا. طبعا المانجا كتير اليومين دول في السوق ورخيصه. هنعمل بقى شويه حلو كده ايه لاولادك وللضيوف ولاي حاجه. بجد هتعمليه خطير كده، لو دخل عليكي ضيف في ثانيه تعمليه. وكمان لو مش في ضيوف لاولادك بألف هنا وشفا. طبعا هنجيب كتير من الباكت المانجا، هنفضيهم بقى كده في بوله وهننزل عليهم. بصوا كتير المانجا. طبعا عايزه تعمليه باي نوع تاني اعمليه، بس انا فضلت المانجا لان المانجا كتيره زي ما انتم عارفين. قلت بقى اعمل بالمانجا. بمانجايه واحده هنعمل الكميه الجامده دي اللي شفتوها في اول فيديو. ونزلت بقى بكوبايه من الميه السخنه، كوبايتين من الميه السخنه، ميه مغليه كده. انزلي بيهم على كيسين من الباكت، وكوبايه من الميه الساقعه المتلجه. طبعا الاول كوبايه، هقول لكم تاني، كيسين من الجيلي المانجا، وانزلي عليهم بكوبايتين من الميه المغليه، دوبيهم جامد. بعد كده انزلي بكوبايه ميه متلجه. وهنزل بقى ايه بالمكون السحري بقى اللي يخلي لك طعم الحلو النهارده خطير. طبعا ده يا جماعه زبادي بالمانجا، او مانجا بالزبادي، طبعا ما انت عايز. نزلت بقى ايه كوبايه من المانجا بكوبايه من الزبادي كده، وهضربها بقى بالبلندر. هتضربيها في الخلاط تضربيها. طبعا ضربتها بالبلندر كده كويس جدا لغايه ما نعمت معايا ما فيهاش اي تكتلات. وهجيب بقى ايه كوبايات، كاسات، بولات، اللي عندك حطي فيها. وطبعا ما شاء الله الباكيتين من الجيل المانجا بيعملوا كتير زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو كده. اللهم بارك، تحفه تحفه تحفه. وحاجه خطيره كده، بتاكلي حاجه كده جديده بجد يعني، وسهله جدا يعني. اهو هحطهم بقى، فضيتهم بقى في الكاسات، هحطهم بقى في التلاجة يجمدوا حوالي ساعة كده. طبعا كنت قطعت بقى مانجا قطع، هي مانجاية واحدة زي ما انتم شايفين. كان عندي مانجاية صراحة ونص، فنضفتهم كده وخدت بقى القشر. من القشر بصوا القشر خسارة يترمي، وبواقي البذر كده هنضفه بقى زي ما انتم شايفين كده. وجبت بقى شفشق الخلاط، قلت اعمل شويه عصير مانجا كده يكونوا متلجين برضو. النهارده كله مانجا في مانجا، احلى يعني. مانجا بالزبادي خطيره خطيره، وشويه عصير مانجا تحفه من قشر المانجا. طبعا يا جماعه القشر ده والله كنز، مش يترمي خساره، لان القشر بيبقى يعتبر شايل لحم كتير. فانتي اضربيه كده، جيبي شفشق الخلاط بتاعك كده واضربي بقى شويه القشر، اعملي احلى شويه عصير مانجا بجد خطير، ويكفي كميه كبيره. هتشوفوا دلوقتي. طبعا حطيت بقى ميه متلجه، ما رضيتش احط لبن صراحه، قلت اكتفي بالجيل اللي انا عاملاه. اعمل بقى المانجا المره دي بميه متلجه كده. بصوا خطيره ازاي، وقوامها جميل جدا جدا. الكاميرا والله عندي او الرينج لايت بيدي اضاءه فاتحه كده، بس هي لونها خطير بجد. جبت بقى بوله، حطيت بقى العصير المانجا ده يسقع في التلاجة. جبت بوله حطيت فيها كيس جيلي، وبرده قلت اعمله برده عشان هستخدمه برده في الوصفه دي. خليكي معايا ما تزهقيش من الفيديو. الفيديو خطير وممتع جدا جدا جدا. ومش هتاخدي غير 3 بواكي باكت من الجيلي المانجا، هما دول هتستخدميهم، وعلبه زبادي في الوصفه دي كلها، ومانجايه لو عندك. بصوا بعد ما جمد مسك، جبت بقى القطع المانجا اللي انا قلت لكم عليها. طبعا انا حطيتها برده في الفريزر، قلت تجمد كده عشان ايه اعرف افضيها. اهي افضيها بقى على وش الكاسات زي ما انتم شايفين. شكلها خطير من قبل بقى ما احط عليه. هجيب بقى ايه، بصوا شايفين قطع المانجا خطيره خطيره بقى مع الجيلي اللي انا عاملاه تحت مخلطه معاه بقى الزبادي. بصوا مش قادره اقول لكم، اعملوها احكموا انتوا.
نزلت بقى بالجيلي، كيس الجيلي اللي انا عملته اهو. طبعا هدخلها بقى التلاجة تجمد شويه عشان اعرف بقى ايه، اوريها لكم بقى بعد ما تجمد. بجد خطيره 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 خطيره. هتاكلي احلى جيلي مانجا بالزبادي، بجد تحفه. يطري على القلب كده قبل بقى ما الصيف يخلص كده، نعمل شويه حاجات كده تطري على القلب كده. طبعا قدمت لكم حاجات كتير في الفيديوهات بتاعت الصيف، وحاجات كتير تطري على القلب. طبعا تعالوا بقى نصب العصير. صبينا العصير بقى المانجا خطير، بصوا لونه تحفه، وتقله خطير 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 خطير. عملنا مشروب من قشر المانجا، وعملنا النهارده ب3 بواكي باكت جيلي مانجا. عملنا الكميه اللي انتوا شايفينها دي، اللهم بارك، بالف هنا وشفا لكل اللي كلها. بجد تحفه، بصوا جمدت ازاي، وخطيره خطيره في التقديم، تحفه بجد تحفه. والله الكاميرا ظالمه لونها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك وبالشير. وكده الفيديو انتهى. ما تنسونيش بقى بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده الفيديو انتهى. ما تنسونيش بقى بالكومنتات بتاعتكم عشان اشوف رايكم.